الأهلي حديد غنوها زمان، واحنا ورا الأهلي ورا في كل مكان. في دور أول بلا هزيمة الأهلي بيفشخ الزمالك علشان نخلص الدور الأول ب45 نقطة. معلش بقى يا زمالك، يا القرن الجاي. الأهلي دخل تشكيلة إكرام وحش إفريقيا، قدامهم أربعة: على اليمين محمد هاني، في الشمال حسين السيد، تحت قلبين دفاع نجيب، وأحسن مخبر في مصر سعد سمير. قدامهم ثنائي ارتكاز: على اليمين أحمد فتحي، على الشمال الجندي المجهول حسام عاشور. قدامهم ثلاثة: على اليمين وليد سليمان، في الشمال الحراق مؤمن زكريا، في القلب عبد الله سعيد، تحت مهاجم وحيد مروان محسن. الشوط الأول بدأت بإصابة أحمد فتحي بمناخيره، علشان خوفنا كلنا بقى، قلنا احنا ما عندناش بديل. طبعا حسام غالي لو نزل هتعمل علينا جبهات كتير، فالحمد لله أحمد فتحي طبعا نتحمل وينزل. احنا عندنا لعيبه رجاله، عندنا احمد فتحي، عندنا سعد سمير برضه في ماتش الكاس. بس ماتش الكاس يعني مارتن يول كان المفروض يطلعها. ليه يا عبد بتقول لعيبه رجاله؟ ايوه دي خبطه في عينه مش شايف. احمد فتحي مناخيره كان ممكن يخرج وما يكملش، لكن هو راجل وكمل. لو كده كان بقى الشوط الاول. الشوط الاول بدأ من اول 5 دقايق كور عاليه، تشتيت، اي كوره بتيجي من اي لاعب من الزمالك او الاهلي بيشتت. لكن بعدها بشويه الاهلي بدأ يضغط في الجبهه اليمين بالذات، فتحي حسني فتحي اللي احنا عملنا عليه شارع باسمه. حسين السيد النهارده او امبارح كان عالمي، كان فعلا. حسام البدري قدر يفكر ما يلعبش معلول مع مؤمن زكريا. ليه؟ لان الاثنين اصلا الاثنين بيطيروا، الاثنين ما تلاقوهمش، فبالتالي الجبهه دي كانت تعمل علينا شوارع. لكن حسام بدري قرر الجيم كويس. بكره الناس اول اللي تلتقط التشكيله قبل الماتش. يعني بتستنى شوف لو خلص الماتش ونتيجة سلبية احكم عليه. عمل تشكيلة حلو، عمل ماتش حلو، ما تتريقش بقى. يعني بص هنا، بص يعني جول روعة لعبد الله السعيد. خد الكورة ده حسين السيد، حسين السيد بالعرض. مروان محسن عجبنا في الحتة دي. مروان محسن عمل تمويهة، خلى اللاعب اللي عليه خلاه يروح اسبانيا، خلاه يروح ناحية الشناوي. شبكاوي بقى ما ماشي. جون جميل في حرقان، راح يحتفل على دكته. انت كافر يلا، انت كافر. طيب انا كده بقى اتكلمنا على الشوط الاول. الشوط الاول بقى بعد ما الاهلي جاب جون كنا ممكن نقرش على الزمالك ونجيب تاني وتالت. كنا ممكن خلاص الشوط التالت اقسم بالله ب 3-0. ايه يا عم ايه المبالغه دي؟ اقول لك حاجه: جون اهو دي واحد، بتاعت محمد نجيب اللي خبطت في الونش، بتاعت احمد فتحي اللي عدت من فوقيه. كور كتير كنا ممكن نخلصها كنا ممكن نخلص الماتش ده في الشوط الاول. طيب الشوط الاول في ايه تاني؟ بس سامع سيناريو الارتكاز بتاع النادي الاهلي في الشوط الاول ما كانش موجود. اي نعم، كنا بنضغط، ما كانش موجود، ما كانش ليه اي اثر. حسام عاشور دايما كان بيسقط للدفاع، فبالتالي كان بتقل خطورة نص الملعب. ما كانش فيه يعني احمد فتحي ما كانش بيزيد. احنا زي كده حسام بدري قال لهم ارجعوا ورا. يعني مثلا كورة هي زي دي كده ماشي راح هنا. يعني لا لعب ماتش كبير. العرضية بتاعت إن مؤمن دي مؤمن هديك 4-0 اهو. يعني لو كنا اقسم بالله ركزنا في الكورة دي اقسم بالله كنا نطلع الزمالك سكور. يجي بقى واحد زملكاوي يقول لك يا عم ده انت كنت مبشوخين الشوط التاني. نعم، كنت يا حبيبي مبشوخين الشوط التاني. طب بالنسبة للشوط الأول ده كان ايه حضرتك؟ كان فراغ. ما تلاقي صوت صرصور ما مش موجود اصلا. يعني ما مش عارف انا بيتكلم ليه. خصوصا هو اصلا في حاجه اسمها ضغط سلبي وضغط ايجابي. ايه الفرق؟ الضغط السلبي ان انا اقعد اضغط زي الزمالك لما عمل في الشوط التاني، قعد يباصي كتير بس ما عملش حاجه. ايه يعني ما باصي كتير عادي؟ طب ايه الفرق بقى بالضغط الايجابي؟ الضغط الايجابي ان انا اباصي واخش اشوط. الزمالك ما شاطش الا شوطه واحده بس، الاكرامي اللي بتاع طارق حامد اللي صدها ببراعه لدرجه الاكرامي جاله برد وهو واقف. سعد سمير قدم ماتش كبير. طبعا هنتكلم طبعا لسه في شوط تاني. الشوط التاني يعني كان مختلف جدا. الاهلي نزل نفس ماتش البلا اللي هو ماتش المصري، ماتش المهري، ماتش الخصم. دخل بنفس التكتيك. كان ممكن يجيب جول اللي بتاعت احمد فتحي الشوطه، لكن ما كانش فيه توفيق. توفيق ايه؟ احمد توفيق ما كانش موجود. مش عارف انا بدخل الحاجات دي في دماغي ليه. فانت بالتالي احمد فتحي لو كانت الكوره دي لفت سنه اقسم بالله كانت جون، اقسم بالله كانت جون. الشناوي النهارده عجبني جدا. طور مبقاش يخش الشبكة، بقى يقف فيها، بقى يفضل واقف ما يترميش علشان بقى يتطور من نفسه. طيب ماتش كبير من نجيب، عالمي من سعد سمير، جيد من حسين السيد،
ممتاز من محمد هاني. غياب نص الملعب. طب عبد الله السعيد بقى، عبد الله السعيد ما ظهرش ليه يا عم؟ عبد الله السعيد ما هو اللي مدي الكرة لحسين اسمعني. عبد الله السعيد مش ظاهر الماتش ده قبليه ب3 اسابيع. محمد حلمي او من ساعه محمد حلمي جه قال في ماتش، كان بيفكر في ماتش الاهلي والزمالك ده بالذات، بيقول له طارق حامد مش عايزك تسيب عبد الله السعيد. طب ايه اللي كان بيحصل بقى لعبد الله؟ هل عبد الله بقى ايه راح له استجاب لي قال لك خلاص انا هفضل واقف عادي يعني ده ماتش؟ عبد الله السعيد بذكائه وراح للجناح. طب افرض بقى لو كان طارق حامد جه معاه الجناح، يا لهوي يا لهوي على نص الملعب اللي كان هيتفشخ في نص ملعب الزمالك. طارق حامد قال لك انا ماليش دعوه. طبعا ده حاجه خطأ جدا من اللاعب نص ملعب ما بيجريش ورا. انا شفت ماتش المصري ان بتوع نص الملعب كانوا يسيبوا كابوريا حتى لو كان راح فين، واقسم بالله من ايه في تيزو لو كنا بنلاقيه. اقسم بالله ما كنا بنسيب احمد كابوريا. انت بقى لو كنت جريت ورا اقسم بالله نص الملعب كان هيتفتح. المهم ذكريات ده ماتش برضو حلو. وليد سليمان اخر ماتشين 3 كان اداؤه مهزوز. من ساعة الماتش اللي فات برضه كان أداء وحش جدا في المصري أو البلا، مش عايزة أقول اسمهم بكرههم. الشوطة دي اهي اللي أنا بقول عليها، الشوطة كانت ممكن تجيب الجول التاني، زي كان يبقى نفس سيناريو ماتش البلا. من ساعة بقى ايه؟ طب امتى الزمالك ضغط وازاي ضغط؟ أول حاجة مع نزول أحمد رفعت المهاري الفاك يو فاك يو حد خد باله دي وشوقي السيد. طب ايه محمد حلمي ده مش عارف يفكر ازاي؟ انت بتلعب شيكابالا طول الموسم. انا مش هتكلم في الزمالك بس انا بقول لك برضه انت غبي. بيلعب شيكابالا طول الموسم، يجي عند ماتش الاهلي بينيم، برغم ان هو شيكابالا ما بيعملش حاجه، اللي هو جايب جون بس في تاريخه من قدام النادي الاهلي في كاس مصر 2007 اللي خدنا فيه طبعا بماتش سامح حسني وما عملش حاجه. طيب وطبعا طب الاهلي هل بقى عمل زي محمد حلمي؟ ايه ده يا عم؟ ده ماتش الزمالك، ده انا لاعب احمد فتحي باك ولاعب حسام غالي وحسام عاشور. اقسم بالله دخلنا بنفس التشكيله كانه ماتش زي الاتحاد مش زي سموحه. مش عارف انتوا ليه اصلا مسمينه قمه. مش مشكله بقى، قمه بيقول لك اكتر ناديين في مصر. اقسم بالله لو الانديه اللي خدت الدوري في الدوري المصري كله لو جمعتهم مع بعض وعملت عليهم الدافع مش هيجيبونا برضه. يعني احنا عايشين لوحدنا. هنيجي بقى نتكلم عن لعب. شريف إكرامي ما ظهرش النهارده، كان جاله برد، الله يكون في عونه، لازم يجيب له شريط برد وهو ماشي. طيب محمد هاني قدم ماتش كبير، قدم ماتش كان جابته عالمية جدا. جابها الشمال حسين السيد. شابوه شابوه شابوه. انا من الواحد اللي كنت بنتقدك كنت بخاف منك. انا كنت خايف من دفاع النادي الاهلي قدام الزمالك. اقسم بالله دي الحاجه الوحيده اللي انا كنت خايف منها. مره كوره زي دي مثلا سعد سمير مقاتل كرة قدم عندما تعطيك فرصة للانتقام. سعد سمير وحش جنبنا جه من راجل الماتش، مش راجل الماتش يعني قدم اداء اللي احنا كنا عايزينه. ده مش انا ارتكاز احمد فتحي المقاتل، ما كانش بيسيب اي لاعب من الزمالك. كان هو الوحيد كان كل اللعيبه البدن بتاعه بيقع، هو الوحيد بس اللي كان بيجري فيه اقسم بالله. حسام عاشور طبعا زي ما احنا قلنا مسمار نص الملعب جند مجهول. يلا ان شاء الله لازم يمسك نفسه مع عودة السولية. ممكن يبقى احمد فتحي والسولية الله اعلم. 3 ولسه ما زي ما قلت برضو في الاول اداؤه مهزوز اخر ماتشين 3. لازم برضو يا اما حسام البدري يدربه على شويه حاجات كده، يا اما يبقى بديل ينزل نيدفيد ماشي بسم الله ما شاء الله. بالرغم ان نيدفيد ما ظهرش في الماتش ده بس نيدفيد اول قمه ليه مش هيعمل حاجه. طيب جابها التانية مؤمن زكريا. يا جماعة أقسم بالله مؤمن زكريا ده بيجلني يعني. أشتمه أقسم بالله بشتمه. دي مرة واحدة جاب لي جون بيكسفني. جاب 4 أجوان في الزمالك. الناس بتقول لك بقى إيه ده هداف؟ يا عم هداف إيه يا عم؟ هداف إيه باسم مرسي ما بيظهرش إلا في الكاس. يعني حلو القفل ساعة من دول قفا حكومة. طب لو جينا اتكلمنا بقى على مروان محسن شابوه بجد. مروان محسن لما كان بيبقى وراه 3 لعيبه من الزمالك كان بيقدر يسيطر على الكوره، يقدر يباصيها، كان في ربط ما بينه هو وعبد الله السعيد. مروان محسن ده اقسم بالله هيبقى لاعب سوبر، هيبقى مهاجم سوبر. التغييرات نزل حسام بدر منزله علشان يمسك نص الملعب. حسام غالي نزل مش عارف كأنه كان بيلعب في ماتش تاني، ما عملش حاجه، فضل واقف في نص الملعب كده مصنم. نزل بعديه كريم نيدفيد برضه ما عملش حاجه. اي نعم بقوا منزله عشان يدافع ورا. جون رجاي اقول لك ايه يا ابني والله، من لمسه واحده بس في جون. شابوه ماتش انتهى، مبروك للنادي الاهلي. نيجي بقى نقطه التحكيم، نقول لك ضربه جزاء دايما ليه حفني وفانتازيستا والحاسم.
كل دول بيجوا قدام النادي الاهلي. صفحه المختلط مثلا منزله ايه، منزله تشكيله النادي الزمالك بتاعت الصفقات اللي هيتعاقد معانا الموسم الجاي، هيعمل فرح. يعني وادي دجله والاسماعيلي وسموحه واسوان هيعملوا فرح، قلنا نعمل ايه بقى؟ نزغرط. نادي مسلي اقسم بالله. نتكلم في التحكيم بقى. ايمن حفني لما الكره وقعته، لما الكره وقع هو اصلا جسمه ضعيف شويه. طب ايه ضربه جزاء؟ انت هتحاكم الحكم التالت على العالم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زملكاوي جربوع ميت من جوع، عايش في الوهم نفسه ياخد بطولة، وفي يوم هيفوق يعيط ويقول ابن القديمة كان هو المسؤول.